مساء الخير عليكم. بعد الأحداث المؤسفة اللي حصلت في مباراة الأهلي والسيراميكا ما لقيتش غير المشهد ده من فيلم غبي منه فيه للفنان القدير حسن حسني والفنان هاني رمزي نوصف بيه اللي حصل. لو عجبكم المشهد اللايك بتاعكم واكتبوا لي في الكومنتات. يلا بينا. يا معلم، يا معلم، بتستقرضني يا معلم وبتدي الحكم قفا بعد الماتش يا معلم. يا ابني افهم يا ابني، ماني لو ما عملتش كده ولا ناخد الدوري السنة دي ولا السنة الجاية ولا العمر كله. ازاي يا معلم؟ هو انت فكرك الأندية اللي بتاخد الدوري ده والكاس كل سنة بتاخدها اعتباطا؟ لازم يبقى فيه وسائل مساعدة. هبسطها لك. لو انت مثلا بتلعب على بطولة الدوري وناقص عليك 3 أو 6 نقط، الحكم بيجي في الماتش بيحسب لك جون اوفسايد، هدف تسلل، يطرد لك لاعب، واعتباطا يعني بيخليك تاخد ال3 نقط. وما تعمليش كده، هبسطها لك. لو انت مثلا في ماتش كسلت تروح ولجنة الحكام بتقرر تخصم 6 نقاط، تقوم عطياك 3 بس وتخليك تاخد الدوري. يعني لو عملنا كده يا معلم، لا، احنا لو عملنا كده ننزل درجة تانية. اصل الأندية درجات وهم نادي علوي، انما احنا يا دوب ننزل درجة تانية بالعافية. امال انت فكرك يا ابني الأندية اللي بتاخد بطولات كل سنة واللي محطوط في دولابها اسي كاس مصر ودوري وكمان كؤوس أبطال أفريقيا، ولو اعتبرنا إن كاس الرابطة كاس بنحطه كمان في الدولاب بناخده كده بمجهودنا. ياه، ده انا لو كنت اعرف كان زماني اخدت الدوري من زمان يا معلم. يا ابني انا خلاص كبرت وجايز اعتزل السنة الجاية وعايزك تبقى في ظهري. انت بتعمل ايه في ظهرك يا معلم؟ لا مش قصدي، قصدي اللي انت تبقى جنبي. انت بتعمل ايه جنبك يا معلم؟ يا اما انت معايا ولا معاه؟ معاك يا معلم، وعايزك تكون واثق من نفسك وتحط الكورة عند منطقة الجزاء، واول ما الحكم يصفر تنشف المقص